اهلا بيكم يا حبايبنا في مطبخ رودي يا عزومه مراكبيه. مطبخ رودي يا عزومه مراكبيه يتمنى ان يكون انتوا بخير واولادكم، ويتمنى كمان ان الفيديوهات بتاعتي تكون عاجباكم وتنور رضاكم ان شاء الله. النهارده هنكلمكم هنعمل ايه. النهارده هنعمل تورتايه حلوه قوي. هنعملها نصها باللون الابيض والنص التاني باللون بالشوكولاته يعني. فاول حاجه دي مكونات اللون الابيض هنكلمكم عليها وهنقولها لكم. اول حاجه هنسمي بالله بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول لكم على المكونات بتاعتنا. بسم الله. معانا هنا كوبايتين ونص من الدقيق. ادي كوبايه ادي كوبايه ادي النص ادي كوبايتين ونص من الدقيق. معانا كوبايه سكر بودر مليانه. معانا كمان كوبايه من الزيت زي ما انتم شايفين كده. معانا 3 بيضات. معانا كمان كوبايه ونص من اللبن. معانا باكو بيكنج باودر وواحد فانيليا. باكت بيكنج باودر وواحد فانيليا. دي كل مكوناتنا اللي احنا هنستعملها النهارده. هنوريكم اول حاجه هنعمل ايه. اول حاجه حطينا الكوبايه ونص لبن في الخلاط. تاني حاجه هنعملها هنحط كوبايه الزيت. وهنحط البيض. هنحط المكونات، هنحط ال3 بيضات معاهم وهنحط الفانيليا وهنضرب. هقفل بس ولا ما احط البيض وهرجع لكم تاني. حطينا هنا بناتنا اللبن كوبايه ونص لبن. حطينا كمان 3 بيضات وحطينا الزيت. ودام حطينا البيض لازم يحط الفانيليا وضربناهم كويس. هنحط بقى المكونات الجافه مع بعض. هنحط اول كوبايه دقيق. هنحط التانية زي ما حضراتكم شايفين كده. هنحط السكر. هنحط البيكنج باودر، باكت البيكنج باودر. هنحط نص كوبايه الدقيق. خدنا حوالي ربعها، هنخلي ربعها اما نشوف المكونات هتعمل معانا ايه. هنقابل بالمكونات دي ما ننساش كمان ذره ملح صغنونه خالص. هنقلب المكونات بتاعتنا. خلاص قلبنا المكونات الجافه يا بناتنا كلها مع بعض. هنصب عليها المكونات دي بقى بتاعتنا السائله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نقلب بقى مكوناتنا كلها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبنا الخليط كويس جدا زي ما انتم شايفين كده الخليط بتاعنا. هنبتدي بقى نصبه في الصاج مدهون دهن السمنه ومتبطن بالدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا الصاج بتاعنا. دلقنا فيه المكونات بتاعتنا. هزيناه هزتين كده عشان يتعدل معانا. هنبتدي بقى زي ما قلت لكم ندخله الفرن على درجه حراره 170 او 180 حسب الفرن بتاعكم. الفرن يكون حامي وما نفتحش عليه لمده يعني نص ساعه بالظبط او نص ساعه الا 5 دقايق. بعد ما يطلع هنبتدي بقى نعمل برضو الصاج التاني اللي هو بالشوكولاته. رجعنا لكم تاني يا بناتنا عشان نعمل الطبقه اللي هي بالكاكاو. برضو نفس المقادير زي ما قلت لكم. كوبايتين دقيق بدل النص دقيق. انا نسيت اقول لكم في التانية حطيت النص دقيق. في البيضه حطيت برضو استعملت النص دقيق. فهنا اكيد هنستعمل النص كاكاو. المكونات برضو كوبايتين من الدقيق، كوبايه من السكر، نص كوبايه كاكاو، كوبايه ونص من اللبن. الكوبايه دي طبعا صغيره عنديا فدي تعتبر نص كوبايه. كوبايه ونص من اللبن، كوبايه زيت، 3 بيضات، باكت بيكنج باودر وباكت فانيليا. نفس المقادير بس هو المكون ده هو المختلف. هنعمل برضو نضرب الحاجات السائله في الخلاط وبعدين نحطها على المكونات الجافه
ولما نيجي بقى نعملها ونصبها كده في الصاج هنوريها لكم ان شاء الله. شايفين كده بناتنا معانا هنا حوالي ربع كيلو من الكريم الشانتيه الخام. لازم يكون خام عشان هنحط عليه يعني نسبة من السكر. الأحسن يعني ان انتوا تجيبوه خام. هنبتدي بقى طبعا خلصنا الكيكتين. هنبتدي بقى نعمل لهم الكريم شانتيه كده. انا مش عايزاه دسم وفي نفس الوقت عايزاه اقتصادي. فهنا متلجة ازازة مية، هعمله بمية. وهنا عندنا نص كوباية من السكر. هبتدي احط بقى السكر، سكر بودر طبعا، نص كوباية. وهبتدي بقى اديها تقليبة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنديها تقليبة كده، وبعدين هنحط نسبة من المية الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، مش كتير. هنبتدي بقى ندي تقليبة كده عشان ما يعفرش علينا. زي ما انتم شايفين كده ابتدينا نشتغل في الكريم شانتيه. خدنا اول طبقة من الكيكة اللي هي الطبقة البيضة. شلنا اللي احنا مش عايزينه من فوق، اللي هي الطبقة اللي انتوا شايفينها اللي بتبقى لازقة عليها دي. بنحاول نشيلها كده بالراحة. بعد كده بنجيب ايه، معانا هنا كوباية لبن، حطينا فيها معلقة سكر كده. وبنحاول بقى نسقي الكيكة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحة كده بنحاول نسقيها واحدة واحدة. هنسقي كلها كده، نسقيها قبل ما نضيف عليها الكريم شانتيه بتاعنا. هنبتدي انا رسمه هنا يعني سمكه كده على قد ما عرفت ارسمها زي ما انتم شايفين كده. هنحطها على الكيكه وهنفرغ حواليها قبل ما نغلف الكيكه بتاعتنا بالكريم شانتيه. يعني انا حاولت على قد ما اقدر ارسم السمكه. انا ما بعرفش ارسم قوي يعني، وتضحكوش عليا، بس يعني حاولت. طبعا هنكبر ديلها شويه من اللي هيطلع من هنا، هنكبر الديل شويه عشان بس ايه، طبعا الصاج مش هيكفي طول السمكه. فهنحط كده وهنفرخها حواليها، نقطع حواليها حوالين الرسمه ونرجع لكم تاني. عكسنا بس جبنا البني هي اللي تحت والبيضه هي اللي نخليها فوق. فبس بنوزع كده وهنحط بقى الطبقه التانية عليها. زي ما انتم شايفين يا بناتنا فرغنا كده فرغنا كده السمكية بتاعتنا زي ما انتم شايفين، حددناها. هنبتدي بقى نحط عليها كمان الكريم شانتيه بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده بناتنا غلفنا السمكية بتاعتنا زي ما انتم شايفين. هنبتدي بقى نعمل لها الالوان بتاعتها كده. عندنا هنا كمية من الكريم شانتيه، هنحط كده عليها لون. اللون دون نقطتين كده كفايه، وهنلونهم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين يا بناتنا جبنا كيس كده، كيس حلواني، حطينا فيه لون بني نسبة كده صغيرة. هنبتدي ان احنا نحدد السمكية بتاعتنا. في الاول هنعمل ايه، هنروح عاملين كده. دي يعني اللي بتبقى كده عند العين. بعد كده هنبتدي نحدد السمكية بتاعتنا. نبتدي من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. خط كده على طرف السمكة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده.
عشان لما نيجي نرسم من جوه السمكية تبقى محددة معانا. وابتدينا نعمل الوردات زي ما حضراتكم شايفين كده جنب بعضها. بنعمل وردات كده جنب بعضها زي ما حضراتكم شايفين بالراحة كده. يعني اكن دي القشور بتاعت السمكية بالراحة كده بنعملها جنب بعضها. زي ما انتم شايفين يا بناتنا ابتدينا كده نعمل خطوط للديل زي ما انتم شايفين. وكمان هنعمل هنا الخطوط بتاعت الخطوط بتاعت الشوكة اللي فوق. هنعمل كده خطوط كده رفيعة. هنعمل ايه بقى هنا؟ برضو كان معي عندي هنا شوية كريم شانتيه كده، فعملتهم باللون الفستقي ده الجميل دون. هنبتدي بقى نعمل وردات كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي بقى من هنا كده من عند مؤخرة الديل وهنعمل وردات كده. معرفش واضح ولا واضحة، معلش عشان انا اللي بصور فمش متمكنة. زي ما انتم شايفين كده ابتدينا نعمل الورد في الجناب كده بالشكل السمكية عشان نديها كده شكل جميل في الجناب بتاعتها. جميلة جدا السمكية بتاعتنا، حلوة قوي. وانا عملتها كبيرة عشان ما هدرش كتير من الكيكاية بتاعتنا. وبقيت الكيكة اللي طلعت من الجناب هنعمل بيها فيديو تاني جميل هيعجبكم قوي. بقايا اللي طلعت من الجناب بتاعت التورتايه بتاعتنا. هكمل بقى الوردات وارجع لكم تاني نشوف الشكل الجمالي بتاعها الاخير. وبكده يا بناتنا نبقى خلصنا خلاص التورتايه بتاعتنا اللي هي على شكل سمكه زي ما انتم شايفين كده. قد ايه شكلها جميل، انا بحاول اجيبها لكم من بعيد. هننقلها بس على حاجه من على الصاج بالراحه كده لان انا قلبت الصاج وعملتها عليه، بس حبيت اوريكم الشكل والجمال اللي احنا عاملينه في منتهى الجمال. وكبيره، حجمها كبير يعني تعتبر تورتايه كبيره. وحبيت اوريكم الرسمه كمان. وبكده نبقى خلصنا التورتايه بتاعتنا. انا بهديها لبنتي عشان عيد ميلادها. حبت بقى تاكلها، حبت تحمرها تشويها براحتها. وبقول لها كل سنه وهي طيبه. قولي لي انا وقبل 100 سنه. ايوه قولي لي انا بقول لك كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا غرام وعقبال 100 سنه. وارجو ان هي تعجبكم وتنور رضاكم ان شاء الله. وده النهارده كان الفيديو بتاعنا الجميل دون. وبحييكم مع تحيات مطبخ رودي عزومه مراكبيه. اسيبكم على خير واشوفكم على خير وشكرا ليكم.